السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أخوات في الدنيا، بحبكم في الله. أنا رفايدة ممدوح ودي قناة أكلك على قدك مع رفايدة. لو أول مرة تشوفيني اعملي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة أنا بنزلها جديدة. عملنا الحاجات الحلوة دي بسبوسة، عملنا الحاجات الحلوة دي كلها على القناة، لو رجعت لها هتلاقيها وبمعلومات بما يرضي الله. معلومات كل حاجة هتلاقيها عندنا، مش لاقي عند حد تاني. عملنا الزبادي بالبنجر، هنعمل النهاردة الكنافة بالكريمة. احلى حاجه تاكليها كنافه بالكريم. بصراحه انا بحبها في علبه الحلاوه، وبحب الكنافه بالكريمه عامه. انا بحب الكريمه انا وولادي اساسا يعني. طبعا معانا هنا سمنه سيحناها، معانا كوبايه من السمنه. هقول لكم بقى مقدار اللي مش النص كيلو كنافه، اللي هو اقل من نص كيلو كنافه. يعني ايه؟ هقول لكم ايه، استنى. نص كيلو كنافه ماشي تمام. هي الصينيه دي بتاخد نص كيلو كنافه، الا مثلا يعني كبشه صغيره كده او معلقتين تمام من الكنافه اللي هي المفرومه دي. طبعا عملنا الصينيه حلو بالسمنه من تحت، وبنرش فيها بقى كده الكنافه. طبعا ما فيش الكنافه ما عليهاش اي ماده دهنيه ولا اي حاجه، اما بتترص في الصينيه بس الاول، وبعدين ممكن تعملها بالكنافه اللي هي الشرايط عادي، ما يجراش اي حاجه. بس المفرومه بتدي النتيجه احلى واعلى. اهون بقول لكم دون جلاش على كنافه كان متفرفت كده، كان حتت جلاش مفرفته على كنافه، كان على حبه سكر، فحطيت ايه عشان الموضوع ما يبقاش مسكر قوي. وبنكبس بقى حلو باي حاجه كده مستقيمه الشكل من تحت. حله طبق بقى زي ما يعجبك. اهون زي ما انتوا شايفين بنحط فيها، بنغرقها بقى سمنه، مفيش حته تسيبيها في الصينيه. عايزه لونها موحد ولونها ذهبي وتطلع معاكي مظبوطه من اول مره، ما تسيبيش حته في الصينيه ما تحطيش فيها سمنه. هي السمنه كده كده بتتشربها وبتنزل لتحت وبتبقى زي الفل. وما بكبسها كده كمان بالمعلقه، الحتت اللي ما فيها سمنه بتبقى فيها. يلا بقى نعمل الكريمه. طبعا احنا الفرن سخن نار على درجه حراره 180. ما عندكيش درجه حراره، على فكره انا ما عنديش درجه حراره، بس بسخن الفرن قوي فوق وتحت، فرن البوتاجاز العادي. وبقوم رايحه ايه، حاطه الصينيه واطفي من فوق عشان تحمر من تحت. عايزه تشغلي من فوق، حطي الشبكه فوق صينيه الكنافه. طبعا الكريمه كوبايه كريم شانتيه خام، على معلقتين سكر، على بتاع كوبايه ميه. طبعا شفتوا حرقوا الطبق. والكنافه لما جيت انزلها طلعت ايه، خفيفه شويه. فانا بقول لكم ده مقدار نص كيلو. طبعا خرمت الكيس، حطيت كريم شانتيه في الكيس وخرمت الكيس وحملتها. اسهل حاجه. بص التزيين ده بتاعك، يلا اعملي بقى. بس بدعي طلعي كل العقد والكلاكيع في قلب الكنافه. كنافه جميله جدا يعني. بصي ليها كذا شكل وكذا طريقه. احنا ده كنا عاملينه كده امبارح ولا اول امبارح، فالنهارده هنعملها بالقشطه ان شاء الله. وهبقى اعملها اصورها لكم برضو واطلعها لكم باذن الله. اهو طبعا ايه، سويها بقى بسكريبر كده عندك، او على فكره دي مش سكريبر شريحه على فكره. اقول لكم يعني بصوا انا معاكم بنسى نفسي والله العظيم. بقول لكم كل المعلومات اللي بتظهر في الفيديو واللي انا بعملها واللي انا بقتصد فيها عشان ما اشتريهاش من بره، والله بقولها لكم والله بما يرضي الله يعني. اتمنى يعني الفيديو يلاقي ايجابيه عندكم وتعليقات وكده، يعني على الحاجات حتى اللي انا بقولها. يعني ايه رأيكم فيها، ايه رأيكم في الحاجات كده. يعني هكون فرحانة جدا لو كلمتوني وعرفتوني ايه رأيكم في الحاجات. دون كانت بتاع دون. شفتوا غطا اللي هو غطا علبة السمنة، عارفينه؟ بس وقسمناها نصين، اللي هو الغطا الشفاف ده. قسمناه كده نصين بالمقص، نص شرشرته ونص خليته مساوي كده زي ما انتم شايفين. بعمل بيه بس سكريبر بتاعي. شفتوا؟ افكار جميله. طبعا تزيين كده بسيط، التزيين ده في ايديكي وبتاعك. عايزه تزيني كتير زيني بفول سوداني. انا بزين هنا كده بجزء بتاع اللي هو زبيب. ممكن سوداني، ممكن تعملي طبقات، ممكن رايح جاي، اللي يعجبك اعمليه. فانا ما حبيتش تزيين هيبقى ايه عالي، لان يعني ايه المكسرات احنا بنحبهاش قوي يعني، في ناس بترميها. فانا حبيت اخليها بس منظر بس كده من على الوش والجناب كده بس وخلاص. ممكن تعملي بقى دور زبيب ودور سوداني وكده ودور زبيب تاني، وتبدعي بقى وطلعي كل الحرفنة في قلب الكنافة. طبعا اهو
اضغطي بقى لتحت. طبعا على فكره الكريمه لسه سخنه، انا ما حطيتش حاجه اصلا في التلاجة، يعني الكريمه حطيتها في التلاجة عبال ما الكنافه طلعت، يا دوب الكنافه بردت دفيت يعني، حطيت عليها الكريمه زي ما انتم شايفين ان كل حاجه سخنه، حتى الكريمه ما رجعتش حطيتها في التلاجة تاني، يعني قبل ما اقطعها كده ما كنتش حطيتها في التلاجة تاني، لو حطيتها في التلاجة تاني هتطلع بصي مظبوطه ومية مية. انا بوريكم الفكره عشان في السريع، لان احنا بنعمل ايه يعني الحاجات دي كده بسرعه قبل الفطار. طبق اهو لك ولولادك، ما تكتريش حاجه كده ايه، ممكن حد يدوق منها تاني. بصراحه كل اللي كلها اعجب بيها يعني. بحبكم في الله، اكتبوا لي تعليق حلو ولايك، اللايك الجميل بتاعنا، ورمضان كريم والله اكرم. اهو فانوس رمضان وحويه وحوي. السلام عليكم.